هل تساءلت يوما إذا كانت الأماكن الهادئة تستطيع إخفاء أظلم الأسرار؟ تبدو الحقول المشرقة في ريف مصر هادئة، ولكن تحت السطح قد ينمو الخطر. في قرية صغيرة على ضفاف النيل، عاش سيد الفلاح البسيط مع زوجته صفاء وابنهما الصغير كريم. بدت حياتهم مثالية: طعام بسيط، ضحكات تحت النجوم، وإيقاع الأرض الثابت. عالم سيد بني على العمل الجاد والحب والثقة. كان يعشق صفاء، يغمرها بالهداية الصغيرة بعد أيام طويلة في الحقول. كريم ابنهما كان قلب منزلهم، بريئا ومبهجا. كانت القرية تبدو كعائلة واحد كبيرة، الجميع يعرف بعضهم البعض، والأمان كان أمرا مفروغا منه. ولكن حتى في الجنة يمكن للظلام أن يتسلل. تحت الهدوء بدأ سم صامت يتسرب إلى منزل سيد. بينما كان يعمل بجد من أجل مستقبل عائلته، كانت قوى خفية من الجشع والرغبة تعمل. السلام الذي تشاركوه كان هشا، خيانة واحدة يمكن أن تحطم كل شيء. ثقة سيد ستختبر قريبا بطرق لم يتخيلها أبدا. غالبا ما تأتي أكبر الأخطار من الداخل، محاولة ملاذات الحب إلى مشاهد حزن. هذه قصة سيد، صفاء، وكريم، حكاية عن الثقة، الخيانة، والظلام الذي يمكن أن ينمو في أكثر الأماكن غير المتوقعة. في الريف حتى أسطع الأيام يمكن أن تخفي أعمق الليالي. أحيانا تكون الأسرار الأكثر تدميرا مدفونة في المنزل، وأحيانا يكون البراءة هي الضحية الأولى. كان للسم اسم رجب ابن عم صفاء. على عكس سيد، كان رجب مضطربا وماكرا، يبحث دائما عن طرق مختصرة ليصبح ثريا. كان يزورهم كثيرا، ويخفي نواياه الحقيقية وراء الهداية والكلام المعسول. سيد الذي كان دائم الثقة رحب به، ولم يشك أبدا في اهتمام رجب بصفاء. صفاء أيضا كانت مضطربة، كانت تتوق إلى أكثر مما يمكن أن تقدمه القرية: الرفاهية، الإثارة، الهروب. شعر رجب بتعاستها وغذاها بوعود حياة أفضل. بدأت لقاءاتهما السرية مختبئة في الظلام، متنكرة في زي زيارات عائلية. في البداية لم يلاحظ القرويون شيئا، ولكن سرعان ما تعالت الهمسات، نظرات مطولة، محادثات خافتة. انتشرت الشائعات مع الريح، مهددة بكشف كل شيء. ظل سيد غافلا، مركزا على محاصيله وعائلته، ولم يشك أبدا في زوجته. صفاء تخلصت من أسئلته بسهولة متمرسة. راقب القرويون وتزايد الشك، لكن لم يجرؤ أحد على الكلام. الثقة متى انكسرت يصعب إصلاحها. زرعت بذور الخيانة، وسرعان ما ستؤتي ثمارا مرة. في الحقول حملت الريح أكثر من رائحة المحاصيل، حملت الأسرار. عالم سيد كان على وشك أن يتغير إلى الأبد. أحيانا تكون أكبر المخاطر هي تلك التي نرفض رؤيتها، وأحيانا لا يكفي الحب لإبعاد الظلام. كان المسرح معدا للمأساة. ظهرت الحقيقة في يوم عادي مثل أي يوم آخر. عاد سيد إلى المنزل مبكرا وهو يشعر بالتعب، على أمل أن يجد بعض السلام. كان المنزل هادئا، هادئا جدا. نادي على صفاء وكريم، لكن الصمت وحده أجاب. سمع همسا ناعما قادما من غرفة النوم، مما جعله يتجه نحوها. فتح الباب ورأى شيئا لا يصدق: صفاء في أحضان رجب. للحظة توقف الزمن، ثم انفجر الألم والغضب. كانت الخيانة كاملة، زوجته، ابن عمه، بيته تدمر. انهار عالم سيد في لحظة. الهمسات، النظرات، الأكاذيب، كل شيء أصبح منطقيا الآن. لم يكن هناك عودة. في تلك اللحظة لم يعد سيد زوجا أو أبا، كان رجلا تعرض للخيانة. تحطم وهم السلام. لم يكن ثمن الثقة باهظا إلى هذا الحد من قبل. أحيانا تكون الحقيقة مثل السكين الذي يقطع كل ما تعتز به، وأحيانا تكون أعمق الجروح هي تلك التي لا تتوقعها.
حزن سيد سيشعل قريبا مأساة لا يمكن لأحد إيقافها. في أنقاض منزله لم يتبق سوى الألم. لقد وصلت العاصفة. تحول الشجار إلى عنف. سيد مليئا بالغضب هاجم رجب. سنوات العمل الشاق جعلت سيد قويا، لكن اليأس جعل رجب خطيرا. صفا صرخت لحبيبها لا لزوجها. أصبحت الغرفة فوضى، صرخات، لكمات، أثاث مقلوب. رجب محشورا في الزاوية أمسك بوعاء فخاري ثقيل وضرب به سيد. سقط سيد وانتشر الدم حوله. انتهت حياته في لحظة. ساد الصمت الجميع، وكل ما كان يسمع هو الأنفاس الثقيلة. في المدخل كان كريم يراقب صامتا مرعوبا، وتغير إلى الأبد. رأى كل شيء، الشجار، السقوط، النهاية. حاولت صفا حمايته، لكن الأوان كان قد فات. انطبعت الصورة في ذهنه. لم يعد رجب وصفا مجرد عاشقين، لقد أصبح مجرمين مقيدين بالدم والخوف. فقد كريم براءته في تلك اللحظة. المنزل الذي كان آمنا ذات يوم أصبح مسرح جريمة. ثمن الخيانة الآن يقاس بالدم وحياة مدمرة. أحيانا تحدث أسوأ الجرائم من أقرب الناس إلينا، وأحيانا ترى عين الطفل ما يحاول الكبار إخفائه. لن يبقى السر مدفونا طويلا. سيطر الظلام على المنزل. في لحظة تحول الاثنان اللذان أحبا بعضهما البعض إلى شريكين في الجريمة. دفن جثة سيد في الحظيرة، واختلق قصة أنه غادر فجأة. صفاء خدعت الجيران، لكن الشكوك بدأت تتزايد مع مرور الوقت. كريم الشاهد الصغير أصبح هادئا ومنعزلا. كان يرى كوابيس ويحدق في المكان الذي دفن فيه والده. صفاء خوفا من انكشاف السر أصبحت قاسية معه ومنعته من الحديث عن والده. أصبح الطفل سجين الذاكرة، وملأ الخوف قلبه. مرت الأيام، لكن الحقيقة ظلت تتأجج داخل كريم. لم يعد المنزل بيتا، لقد أصبح سجنا للسر والجريمة. في الريف حتى الأسرار المدفونة تجد طريقها إلى السطح. كان كريم يحمل عبء الحقيقة وحده. تحولت البراءة إلى صمت مؤلم، وفي كل يوم كان السر يثقل كاهله أكثر فأكثر. الحقيقة لا يمكن أن تبقى مخفية إلى الأبد، خاصة عندما يكون الطفل هو من يحملها. في سوق القرية انهار كريم أمام الشيخ عبد التواب. بالدموع وصوت مرتجف كشف السر. عمي رجب ضرب أبي وهو نائم في التراب. صدم الجميع، وارتبكت صفاء محاولة إسكات ابنها، لكن الشيخ فهم الحقيقة واحتضن كريم. تحولت الهمسات إلى يقين. لم يعد هناك مجال للشك بعد الآن. كلمات الطفل هزت القرية من أعماقها. أحيانا لكشف جريمة نحتاج إلى شجاعة شخص بريء. كريم على الرغم من صغر السنة كان صوت العدالة. في لحظة تغيرت حياة الجميع. لم يعد السر سرا، خرجت الحقيقة إلى العلن. اعتراف كريم قاد الشرطة إلى بيت سيد. أشار الطفل الصغير إلى مكان الدفن، وبدأوا الحفر. وسرعان ما ظهر الغطاء والجثة. انهارت صفاء واعترفت بكل شيء: العلاقة، الجريمة، والخطة مع رجب. تم القبض على رجب، وحاول الإنكار، لكن الأدلة كانت قوية جدا. الجريمة التي بدأت في الخفاء أصبحت الآن علنية للجميع. القرية كلها رأت كيف ظهرت الحقيقة، وبدأ العدل يأخذ مجراه. لم يعد هناك مفر من الحقيقة. حتى الأرض كشفت سرها. في الريف لا شيء يبقى مدفونا إلى الأبد. كانت نهاية مأساوية للجميع، وبقي كريم شاهدا على كل شيء. في المحكمة وقف كريم شاهدا صغيرا على جريمة كبيرة. الحكم كان مبنيا على اعتراف الصفاء وشهادة الطفل. أدينت صفاء ورجب وحكم عليهما بالإعدام. تحققت العدالة، لكن الجروح ظلت موجودة. فقدت القرية براءتها، وفقد كريم طفولته.
انتقل للعيش مع أجداده حاملا جروحا لن تلتئم أبدا. تعلموا أن البيت يمكن أن يتحول إلى قبر، وأن الحقيقة أغلى من البراءة. قصة سيد وصفاء وكريم تذكرنا بأن الخيانة سم، وأن الحقيقة ستظهر دائما مهما طال الزمن. شجاعة كريم جلبت العدالة، لكنها كلفته الكثير. في النهاية، الحقيقة وحدها هي التي تحقق التوازن في عالم مليء بالأكاذيب. أحيانا يحمل أصغر الأبرياء أثقل الحقائق، وصد الحقيقة يبقى أقوى من كل الأسرار المدفونة.